الأكل اللي هناكلها في العيد. طبعا أنا بقول أكل أكل أكل. عايزين نعترف بحاجة، إن فعلا يعني دايما أعيادنا مرتبطة بالمأكولات. يعني إحنا أكيد إن شاء الله بعد ما نذبح هنبتدي ناخد اللحوم نعمل بيها ونطهي بيها مأكولات معينة. طبعا في كل بيت يعني مريض، سواء كان مريض سكر، مريض ضغط، أنيميا، نقص عنصر من العناصر الحديد، لازم يكون في عليل في البيت. طيب هل الأكل اللي في العيد هيكون واحد لينا كلنا؟ تعالوا بقى نشوف مع الأستاذ الدكتور سعيد متولي، أستاذ التغذية والصحة العامة، هيقول لنا إيه إزاي نعدي الأيام بأقل الكميات وبأحلى الأوقات. دكتور سعيد متولي، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بخير، وكل المستمعين برنامجك المميز بخير إن شاء الله، ويعود عليكم الأيام بسعادة. يعني دكتور سعيد، أنت معتاد دائما وحضرتك في منطقتك أنك أنت تنحر وتضحي وتوزع. هل هذه العادة اتغيرت ولا حاولت أن أنت تعملها على قد المستطاع؟ أنا سمعت كلام حضرتك في المقدمة، لكن أحب أطمنك، المصريين في أعيادهم فعلا بتبقى أعياد. في صفة الكرم عندنا كمصريين وكمسلمين. الحاجة اللي بعد كده إن زي ما أنت أشرتي إن العادة مهما يحدث من ظروف ومن قلة الدخول، لكن معتادين على ده، فكلنا بنحاول نتدارك الأمر ونسعى فيه. يعني دكتور سعيد، كلنا إن شاء الله هنتذوق اللحوم في العيد بكميات بقى، سواء قليل سواء كتير. أكيد إن شاء الله كلنا برحمة ربنا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هيكون في أكل فيه لحمة. تنصحنا بإيه بقى نتعامل مع اللحوم إزاي؟ كانت قليلة أو كتيرة؟ الحقيقة كلامك جميل، ولازم نعرف إن اللحوم مهمة جدا لأنها مصدر هام للبروتين، مصدر هام للحديد والزنك والكولاجين. الحقيقة إن اللي عايز مناعة قوية وعايز نمو معتدل وتوازن هرموني عالي مهم جدا اللحوم، لكن قدر اللحوم هو ده المشكلة. الحقيقة إن كل الأبحاث العلمية أشارت إن الإفراط في تناول اللحوم له أضرار عديدة جدا نتكلم فيها طالما إحنا فتحنا موضوع اللحوم. الكربوهيدرات لما بنتناول عيش ورز ومكرونة بيدونا قدر من الطاقة مهم جدا، لكن البروتين بيبقى عايز مدة هضم أعلى، مجهود أعلى من الجهاز الهضمي، بالتالي بنشعر عقب الوجبات الدسمة دي بالخمول والنعاس وقلة التركيز، خاصة لو كانت كمية اللحوم كتيرة في الوجبة. يبقى اللي بياخد قدر قليل أفضل من اللي بياكل قدر عالي. الحاجة الثانية الرائعة جدا إن الناس اللي بتعتمد على البروتين الحيواني بنسبة عالية هنلاقي عندهم شحوب في البشرة وتساقط للشعر. ذلك إن اللحوم فقيرة بفيتامين سي، وفيتامين سي اللي موجود في طبق السلطة اللي مهم جدا يبقى موجود مع اللحوم، خاصة البقدونس، لأن البقدونس بيقلل استفادة الجسم من الدهون المشبعة اللي موجودة، وكمان بيعمل شيء رائع في ضبط الRH. أنا عرفت ليه دلوقتي بتوع الكباب والكفتة بيحطوا بقدونس تحت المشويات. جميل. يعني البقدونس ده مش مجرد زينة بس، ده كمان بيقلل من امتصاص الدهون في الجسم، صح كده؟ وبيحتوي على فيتامين سي بقدر عالي وكده، وبيضبط الRH. يبقى البقدونس خاصة في الخضروات مع طبق السلطة يبقى مكمل ليه، لأن أنا عايز فيتامين سي بمعدل عالي، أضبط المناعة، أضبط معدل الRH. أنا عارفين إن الدم في الإنسان بيميل للقلوية بسيط، يعني 7-35 تقريبا، لكن أكل اللحوم بيجعل حموضة الدم عالية، بينزل على المعدل ده، وبالتالي بنبقى عرضة كبيرة أو بنتعرض لالتهابات مختلفة في الجسم. الناس اللي بتعاني من النقرس، من ألم المفاصل، الصداع عقب الوجبات دي، ده بيكون نتيجة توفر الالتهابات من نقص فيتامين سي. شيء مهم تاني،
وتعالى لما شرع الاكل لينا نوعه. البروتين موجود في حاجات كتير جدا مش في اللحوم فقط، وكمان التنوع ده هو اللي بيكسبنا الصحه. فانا لما اعتمد على البروتين الحيواني مهم ايوه، لكن البيض، الالبان، منتجات الدواجن، منتجات اللحوم. لكن الجمعيه الامريكيه بتقول ايه؟ بتقول ان اللي يتناول في الاسبوع اكثر من نص كيلو لحمه بيكون عرضه لامراض السرطان، خاصه سرطان القولون وسرطان المعده. يبقى الاعتدال مطلوب، وان احيانا البسطاء اللي ما عندهمش قدر عالي من الاموال لجلب اللحوم افضل صحيا من اللي بيتغذوا دايما بصوره عاليه على اللحوم. دكتور سعيد متولي، يعني تعالى كده نعرف وسيلة الطهي، يعني سلق اللحمة ولا شيها ولا وضعها في يعني طماطم وتسبيك، ايه الوسيلة الصح علشان نستفيد بالعناصر اللي موجودة في اللحوم بالكميات السليمة؟ هتسمحي لي استعين بحضرتك كسيدة في الموضوع ده. افضل طرق الطهي اللي اغلبنا بيعملها ايه للحوم؟ سلق اللحوم بصراحة. السلق أولا الشوربة بتاعتها بتبقى مغذية، وثانيا كمان بنبقى بنتخلص من الدهون اللي موجودة داخل اللحوم. الحقيقة تخلصك من الدهون بتاخدي انت الشوربة وتعملي بيها محشي او بعض الخضار، فبالتالي لا هو فعلا السلق والشوي افضل طريقتين لطهي اللحوم. فقط نتبع الآتي. عند الشوي جميل جدا نعمل الصدمة حرارية لقطعة اللحم. يعني ايه؟ اقلبها بسرعة، ما تسيبهاش على وضع معين لعند ما يتم طهيها، لا، التقليب سريعا يسد الفجوات اللي موجوده بين الالياف عشان ما تفقدش عصاريه والقيمه الغذائيه للحوم، اللي هي بيسموها عمليه التشميع، يعني أيوة. تتشمع على النار. الحاجه اللي بعد كده مهم جدا ان انا عمليه التتبيل للحوم رائعه جدا ومفيده، لانها بتدعم بالعناصر التي تبلت بها اللحمه. اخذنا من عناصرها المعدنيه وفيتاميناتها جوه اللحمه، وزادنا نسبه السوائل بين الالياف. السوائل دي لما حرارتها بتعلى بتقدر تطفي وتطري الانسجه الداخليه. يبقى السيدات اللي ما بتعرفش تتبل كويس تتعلم تتبل كويس. لا، ده دلوقتي في الاسواق 7 بهارات وتوابل للحوم وتوابل الشوي، فيعني الدنيا بقت اكتر توضيحا عن ايامنا يا دكتور سعيد. لكن ننتقي ما يضاف على اللحوم، بلاش اي بهارات غير طبيعيه. كله يبقى طبيعي. الحاجه الثانيه التتبيل بيكون بالثوم والطماطم والفلفل والحاجات الجميله اللي اتعودنا عليها بشكل طبيعي. لكن السلق رائع جدا، وانا معاكي ان الشوربه احيانا قيمتها الغذائيه عاليه، خاصه لو في قطع من العظم جواها، لان انا هنا الشوربه الجيلاتين عالي من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، ودي عناصر مهمه جدا للجسم. وانا يعني ارفع القبعه لستات البيوت المصريات، لانهم فعلا حريصين على الاستفاده من كل المحتوى الغذائي للحوم وما قد ينتج عنها عند تسويتها. الحاجه اللي بعد كده ان زي ما قلنا طرق الاكل السلق والشوي هم افضل الطرق، لكن ما يكونش فيه محروق. يعني الشوي لو فيها قطعه من اللحم تم لونها اتغير بقى لون بني لكن او اسود، لا نبتعد عنها لان ده كربون والكربون ممرض. طيب دكتور سعيد، الأطفال في العيد يعني إن هم يقعدوا على سفرة وياكلوا، أنا طبعا بعترف بده ومش مفروض إن أنا أقوله، بس في الحقيقة ده الواقع. ما الأولاد يعني نادرا ما نلاقيهم في الأعياد يقعدوا على الأكل ويبقوا عايزين ياكلوا حاجة سريعة. الكفتة ومكوناتها اللي الأم المصرية بتبدع فيها دي صحية للأطفال؟ الكفتة رائعة جدا طالما لحومها طبيعية، والخلطات اللي تم إضافتها ليها كلها جميلة. بصل وفلفل وطماطم وحاجات كتير. دي بيحطوا بطاطس كمان ودقيق يعني بيزودوا منها وبيض وبقسماط. يعني المفترض إن أنا أحسب كمية اللحوم اللي ابني يعني قادر على هضمها والاستفادة منها، بلاش الزيادة وبلاش
قادرة على تجديد نشاطه، لكن نبتعد عن إحداث الأضرار وخموله وزيادة وزنه عن طريق مأكولاته. أستاذ دكتور سعيد متولي، من كلام حضرتك إن إحنا ما ناكلش وننام، ناكل ونقوم نتمشى. يعني الولاد الصغيرين هيجروا ويلعبوا ونسيبهم يجروا ويلعبوا يحرقوا الدهون ويستفيدوا من بروتينات اللحمة، والكبار يتمشوا، صح كده؟ الجميل جدا ان من اهم الاحتياطات عند تناول اللحوم تكون وجبه واحده في اليوم وما تكونش العشاء. لان اللحوم زي ما قلنا بتاخد وقت كبير في الهضم، وبالتالي احنا هننام بعد شويه، فالموضوع هيبقى فيه تخمرات وتقلصات والموضوع هيبقى غير سليم. بالنسبه اطفالنا لو ترك ليهم العنان هم عارفين هيعملوا ايه. نفس الطاقه والحيويه والنشاط اللي موجوده عندهم قبل الوجبات وبعد الوجبات، وحجم معدتهم الصغير اللي ما بياكلش كتير جميل جدا. انا بس ااكلهم، ولما يبذل مجهود وطاقه هيعوز ياكل تاني، ما نلزموش ب3 وجبات، ما فيش مشكله ابدا 5 وجبات. ده ليه احتياجه من السعرات الحراريه واحتياجه من مركبات النمو اعلى من الكبار، وكمان حجم المعده الصغير بيخلي كميه الاكل تدخل ما تكونش كبيره. لكن احنا ككبار بقى احنا اللي عندنا مشكله، اللي بياكل لحوم وبياكل وراها حلويات او بيشرب وراها شاي او بياخد بيبسي او ميه غازيه خلف الوجبات دي، هي دي المشاكل الصحيه. ان انا بعقد الوجبات وان انا بصعب هضمها وكمان بنام بعد الاكلات دي، فانا كده اسأت الموضوع او اضريت بنفسي. لانه لو حدث تخمرات في الاكل داخل المعده هيبقى الجهاز الهضمي كله مضطرب، وبدل الوجبه ما تبقى مريحه هتبقى وجبه متعبه. استاذ دكتور سعيد متولي، كل سنه وانت طيب، ويا رب يديك الصحه انت وكل مستمعينا الكرام، وكل سنه وانتم طيبين. وغدا وقفه عرفات ندعو جميعا لبعضنا البعض وناخد ثواب الدعاء ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وكل المستمعين طيبين. وحضرتك بخير وكل اهلنا في مصر والعالم العربي بخير. الأكل اللي هلكنا